في حي جوبر في شرق دمشق تجلس امرأة بلباس عسكري على الأرض حاملة بندقية نروسية تراقب أهدافا محتملة من موقعها المحصن. إنها من أفضل القناصات في كتيبة المغاوير للبنات في الحرس الجمهوري السوري. تنتمي الرقيب ريم إلى كتيبة المغاوير الأولى للبنات في الحرس الجمهوري التي أوكلت إليها الجبهة الأكثر صعوبة في مواجهة مجموعات مقاتلة معارضة في مثلث جوبر زملكا عين ترمى في دمشق ومحيطها من جهة الشرق. نحن دائما في عنا أهداف وإصابات محققة، وبيوم من الأيام أنا كان عندي نوبة، فقمت أكثر من شخص. يعني حققت إصابة حوالي قنصت أكثر من 11 واحد بنفس اليوم. وكنت كتير فرحانة ومبسوطة، ورجعت تكافأت من قبل قائدي بالدوام بسناء، هو مثل شهادة امتياز بناخدها بالمدرسة. ويقع المبنى الذي تطلق النار منه على بعد 200 متر من خط الجبهة الأمامي، وتتمركز فيه بكامله عناصر عسكرية نسائية. وتقف زينب وراء جدار آخر حاملة قاذفة قنابل من طراز B10، تضع خوذتها وتطلق طلقة تحدث دويا عنيفا وتطال منزلا واقعا على بعد 500 متر. قناصة هي للقتال الفردي، يعني شخص تقتل شخص. أما الB10 مثلا أنا هلا رميت على بيت عربي، كل شيء كان بالبيت العربي أنا قضيت عليه. أنشئت كتيبة المغاوير الأولى في الحرس الجمهوري قبل حوالي 2 سنين، ولا تزال الكتيبة النسائية الوحيدة من نوعها، وتعد 800 عنصر. حسب ميدان العمل الذي يقومون بالعمل به من خلال القنص أو استخدام الأسلحة التي تتناسب مع طبيعة المرأة، قد تفوقوا قليلا على الرجال. وكان عديد الجيش السوري قبل النزاع حوالي 200 ألف جندي، بالإضافة إلى آلاف عناصر الاحتياط. وانشق عدد من الجنود بعد بدء النزاع العسكري وانضموا إلى مقاتلي المعارضة، بينما فر آخرون أو تهربوا من الخدمة العسكرية.